هو نرجع ربما للوراء. حاجة اللي نأسف عليها في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان، نأسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا، وزير من هذا الكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر. خزي وعار، وراه في دفء في بلاده، مليح هنايا. الشيء اللي قامت به اسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكم الذاتي، ولا اسبانيا ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا المسؤوليه تاعها ما زالتش في الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا. سي لا بيسونس ادمينسترانت دو سارا اوكسيدونتال. هذه نساوها، الاخرين يطبعوا ولا ما يطبعوش ولا براسهم. من انت لا، انت ما عندكش الحق تعطي بلاد مستعمره تعطيها لواحد اخر. لا، هذا هو المشكل مع اسبانيا. Et prévoyez-vous, Monsieur le Président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne, si toutefois il ne change pas de position? احنا الاسبانيول الدوله الاسبانيه عندنا معها علاقات طيبه، وكانت فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رئيس الحكومه تخلى على كسر كل شيء. رئيس الحكومه مش اسبانيا. الراي تاع الاخرين ما عطاوهش، وان كان عطاوه في المجلس الوطني تاعهم في الشارع الاسباني. انا ما ندخلش في الامور الداخليه تاع اسبانيا. احنا كدوله ملاحظه فيما يخص الصحراء الغربيه نعتبر اسبانيا والامم المتحده تعتبر اسبانيا باللي سي لا بيسونس ادمينسترانت طون كي با دو سوليسيون صار اوكسيدونتال. هذا هو. طيب سيد الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبه للجزائر من اسبانيا حتى تعود العلاقات الى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي. ده هو سيتو. كان جاوا اصدقاء كما كنا احنا دارين اصدقاء فالحكومه مش اسبانيا. مره اخرى نفرق ما بين الحكومه والدوله الاسبانيه. الدوله الاسبانيه عندنا معها روابط متينه ومتينه جدا. فيش ما لازمش يتخلاو على المسؤوليه التاريخيه نتاعهم في هذا الظرف هذا. المطلوب منها هي تراجع نفسها. السيد الرئيس، سؤال اخر في الحكم مؤخرا، وباش نطمن الاصدقاء الاسبان، الشعب الاسباني الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين اسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف مهما كانت كسمها.